الزول ده منه شخصية تاريخية سودانية معروفة، ناظر للنظام وعلم وطني، واحد من الناس الغاوم الإنجليز وسطوتهم في السودان. خلونا نتعرف عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده العمدة عبد الله ود جاد الله ود الأمير جاد الله ود بليلو، واحد من أمراء المهدية المشهورين، وهو ناظر عموم قبائل الكواهلة، وكان مغره في بارة، وحدثت معه حادثة مع الخواجة ماكمك ولقبوه بعاشميق اللصم، ولقبوه بكسار قلم ماكمك. خلونا نشوف قصته شنو. حدث خلاف بين قبيلتين، قبيلة كانت موالية للإنجليز وقبيلة الكواهلة، حول قطعة أرض. قام الخواجة ماكمك وهو الخواجة هارولد مايكل حكم للقبيلة الثانية بقطعة الأرض، وجاب الغرار للعمدة عبد الله وجاد الله، قراه عبد الله وجاد الله كسر له القلم. بعد ذاك حصلت إشكالية إنه حاكموه بالإعدام وبالغرامة، وخففوا له الحكم بعد ذاك بواسطة من عبد الرحمن المهدي لسجن 3 سنة. انسجن وطلعوا شالوه من النظارة، وغنت له الشعر الكاهلية مستورة بتكوكو، أغنية عاشميق اللصم. الجلل اللي ذاع بعده محمد الطيب، وهي الأغنية المشهورة اللي بتقول عليك بجر النمي يا دقر الحرايق، أصبحت كارف السمعة عاشميق اللصم، اللي هو كسار قلم ماكمك. ودي المعلومة الدار أوصلها لكم، وشكرا والسلام عليكم.